واحنا على اعتاب مباراة تاريخية، اهم مباراة في تاريخ الكرة في مصر هي مباراة مصر واستراليا في دور ال 32. تعال اقول لك، انا مش هتكلم كلام فني ومش هتكلم كلام تكتيكي، الناس كلها بتتكلم ازاي نكسب استراليا والعلم عند الله. والله يعني ممكن كل اللي احنا بنخططه وبنتكلم عليه فجأة تلاقي الماتش في حتة ثانية خالص. ولكن ايه اهمية الماتش بالنسبة لنا؟ ازاي اللعيبة دي والعامل النفسي للاعيب المصري وتفكير اللاعب المصري، ازاي الماتش ده مهم بالنسبة لنا، ولازم اللعيبة نفسها تكون حاسة ايه ماتش مهم جدا 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 نتيجته. سيبك من تكملة البطولة كلها، ولكن ماتش زي ده، اجواء ماتش زي ده، طريقك ازاي بيحتم عليك ان انت ماتش مهم زي ده لازم ان شاء الله تكسبه. منتخب استراليا مبدئيا هو منتخب عادي، منتخب ضعيف، مش منتخب قوي تقلق منه. انت لعبت في دور المجموعات منتخب اقوى من كده ومنتخبات اقوى من كده زي منتخب بلجيكا اللي قدرت تتعادل معاه. فخليك واقعي وخليك صريح عشان خاطر ندي كل حد حقه. لا، منتخب استراليا عادي. لكن ده ما يخلكش تستقل من الخصم، لان احنا ايا كان بنلعب مين، لو بنلعب فريق بيلعبوا بخمسة واستقلنا منهم يقدروا يكسبونا عادي. خصوصا احنا يعني ادرى واحد بالمنتخب المصري هو الشعب المصري، فاحنا عارفين لعبتنا. عندك اتفرج على التشكيله كلها دوري مصري، كلها لعيبه محليه. العقليه بتاعت ان انا ادي حق كل منتخب حقه وكل لعيب حقه واحترم الخصم مش عندنا. فخلينا صريحين، المباراه النهارده من وجهه نظري هتتحسم او ادائنا هيتوقف على اللعيبه نازله مركزه للماتش ولا لا. انت ككوره، انت كادائك في البطوله، لا انت تكسب استراليا، انت تتاهل. بعد كده تلعب الارجنتين بقى، تلعب كل ده مش فارق معايا، ونتيجه ماتش الارجنتين ما تفرقش معايا في حاله ان الارجنتين اتأهلت من كاب فيردي، وده اللي بنسبه مثلا 90% هيحصل. لكن برضو نتيجته ما تفرقش معايا، ومش هروح ماتش الارجنتين مستني ان انا اتاهل لدور الثمانيه وربع النهائي ابدا ابدا ابدا، ولا هكون مستني ان انا اروح اهاجم، ولا هبقى مستني ان انا امسك كرة. انا ماتش الارجنتين مش بفكر فيه اصلا، لان الله اعلم هعمل ايه في ماتش استراليا. فماتش النهارده حسام حسن لازم فعلا يدير الماتش صح. في غلطات وقعنا فيها الماتش اللي فاتت، طبعا تبديلات، طبعا احنا وقعنا في تبديلات اثرت معاك، خروج بعض اللعيبه اللي كانت مؤثره في الملعب ونزول لعيبه ما كانتش بنفس المستوى. التشكيله الاساسيه اللي هنتكلم عنها، مين الناس اللي المفروض لسه تبدا في الماتش، كل ده عوامل انت لازم النهارده تتجنبها خالص. كل الغلطات بتاعتك في دور المجموعات تتجنبها. اتفرجنا على كل المطوشه، موضوع يعني بشع قوي، فكره ان كل المنتخبات الافريقيه اللي لعبت لحد دلوقتي ما عدا المغرب كلهم طلعوا اخر حد الفجر. الجزائر لعب سويسرا خسر 2-0، فكل دي حاجات مش في صالحك. يعني انت بتتكلم في انت داخل الماتش مضغوط اصلا. يعني انا اسف، كل المنتخبات الاوروبيه كعبها عالي عليك ايا كان ايه مستواهم. فاحنا عملنا اداء مشرف في دور المجموعات، بينا ان احنا عندنا كوره، ودي الحاجه اللي كنا مفتقدينها في كل البطولات اللي بنلعبها. سيبك من ان احنا حتى كاس العالم الاخير اللي رحناه روسيا، الثلاث ماتشات لبينا ورجعنا وما لعبناش كوره بجنيه. لا، حتى البطولات العاديه الافريقيه اللي بنلعبها احنا مفتكرين ان احنا عندنا كوره زينا زي اي منتخب في العالم. لكن لا، انت بينت ده، اظهرت ده. عندك لعيبه فرديه على اعلى مستوى، انت ما عندكش لعيب بيسجل، لا انت عندك 2 و3، صلاح، زيكو، تريزيجيه، صابر. فانت عندك اكتر من لعيب. خلاص انت حته ان انت تسجل جون ورهبتها راحت منك. احنا في روسيا لما صلاح جاب جون في السعوديه وفي روسيا قلنا بس ده احنا بص ما عندنا، ما فيش لعيب افريقي زي محمد صلاح، ده جايب جونين في كاس العالم وانسى، وكانت طموحاتنا تحت الصفر. انت دلوقتي طموحك توصل دور ال16، وده من وجهة نظري هو الانجاز الحقيقي. مجموعتك في دور المجموعات كانت سهله، يعني خلينا واقعيين شويه، مجموعتك كانت سهله. المنتخبات حتى منتخب بلجيكا اقوى منتخب في المجموعه بتاعتك هو منتخب اصلا ضعيف. اتفرجت عليه في ماتش السنغال كانت مخسره 2 مستريح، لولا طبعا الغلطات اللي اتكلمنا عليهم في اخر حلقه. لكن انت ما لعبتش خصم قوي، واستراليا مش خصم قوي. فمواجهه انا شايف ان هي متسهله لك قوي في دور ال 32. انت اصلا كنت بتلعب، وشفنا رياكشن محمد صلاح في ماتش ايران الاخير لما عارف ان بلجيكا جابت رابع وان احنا هنتاهل تاني مجموعه، انت اصلا عايز السكه دي، فانت بتسهلها على نفسك. وده انا بحترمه، يعني انا شايف ان ده صح. ان احنا لا بقى اللي هو ايه، مش هفتح صدري واقول انا لاعب فرنسا ولاعب السنغال ولاعب اللي انا عايزه، لا احنا سهلناها على نفسنا، ربنا كرمنا في ده، فنستغل ده. لان في حاله خرجنا النهارده من استراليا نص الشعب هيجيله حاجه، اصل هي متسهله قوي، وكل حاجه ربنا حاسس بينا.
فبجد فعليا حرام فرصه تاريخيه زي دي تضيع مننا. فاللعيبه لازم كل لعيب ينزل يبقى عارف ان ده النهارده اهم ماتش في حياته، اتأهل ومش طالبين منكم اي حاجه تاني. بص ولا اي، انا لو الارجنتين ضغطاني 90 دقيقه انا تمام، لو طلعت خسران 3 انا تمام. احنا شفنا المنتخبات الافريقيه كلها مفضوحه، فانا تمام. يعني انا مش هبص لحد، انا هبص على نفسي، ولكن انا هبقى راضي راضي 100%. فنروح لجزء حسام حسن. حسام حسن لازم يلعب على الجانب النفسي بتاعت اغلب اللعيبه، لان انت هيبقى عليك ضغط كبير من اول الماتش. لازم المباراه دي تتجزأ، ما تلعبهاش كلها هجوم، ما تلعبهاش كلها دفاع. امبارح اتفرجنا على ماتش كرواتيا والبرتغال، امتع مباراه في الدور ال 32. مدرب كرواتيا هو مدرب اسطوري، مدرب عالمي، مقسم المباراه تقسيمه، هو عارف بيعمل ايه امتى. الشوط الاول قال للبرتغال خدوا الكوره اعملوا اللي انتوا عايزينه، اتشقلبوا اطلعوا فوق انزلوا تحت، انا مش فارقه معايا. الشوط الثاني كرواتيا ولا كانهم اجمد منتخب في العالم، جابوا جون تاني واتلغى، لحد اخر ثانيه في الماتش بيجيبوا التعادل وبيتلغى برضو. منتخب عالمي البطوله خسرته. لكن انا بتكلم عن مدرب، على التكتيك، على الراجل عارف هو عايز ايه من الماتش، عارف توقيتاته، مقسم الماتش صح. احنا شفنا عشوائيه كبيره من طبعا المنتخب. ماتش بلجيكا الشوط الاول شفنا عشوائيه كبيره، ماتش برضو نيوزيلندا 1-0 الشوط الاول اسوأ اداء تقريبا. احنا عندنا غلطات، عندنا هفوات، وعندنا ايجابيات طبعا، لكن بتكلم العب على غلطاتك، حاول تغيرها. ودي النقطة مهمة. اضعف خط عندك في التشكيلة هو خط الدفاع بكل وضوح وصراحة. شوبير النهاردة انت املك عليه، لو حد هيأهلك النهاردة ان شاء الله هيبقى شوبير. اللعيبة بتاعت استراليا كلهم لعيبة، كلهم نخل، هتلاقي نخل في الملعب، كلهم اقل واحد فيهم يعني شوف ايه اطول شجر عندكم في المنطقه وهتلاقي لعيب استراليا معديها تقريبا، لان العيال اطوال غريبه. فاحنا مش هنلعب عرضيات، مش هنقعد نرفع. خلينا نروح لاخر جزئيه وهي التشكيله الاساسيه. بدون منازع هيكون شوبير حارس المرمى، هاني هيلعب اساسي، واتمنى ان هاني يكمل على الاداء المميز اللي بيعمله في كاس العالم، ما يجيش النهارده يخيب. ابو تريكه قال لك هاني قلق منه في الماتشات العاديه، لكن ماتش كبير هتلاقيه موجود هاني بيعمل اداء، لكن ماتش عادي والدنيا تمام قلق بقى من هاني كويس. خط الدفاع على ما اعتقد هيكون رامي ربيعه وياسر ابراهيم. فتوح اتصاب، فهيبقى بنسبه كبيره كريم حافظ اللي ان شاء الله يعمل اداء كويس. مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور. يعني ما اتمناش ان حمدي يلعب قلب دفاع، لان بيحصل لنا هفوات وبنسرح سرحان رهيب، وحمدي نفسه بيسرح. صلاح ومرموش وزيكو تقريبا حسام حسن هيكمل بنفس القناعات، مش هيغير اي حاجه. دي التشكيله اللي هتبدا. انا لو اتمنى مثلا يحصل تغيير، مثلا اتمنى ان زيكو ما يبداش، اللعيب عامل اداء هايل هايل هايل، ولكن يعني خليه تبديله، ما يبداش اساسي. يعني ممكن يكون في حد افيد منه، لو ينفع مرموش يروح راس حربه وابراهيم عادل يبدا. طبعا اللي مشاركته كانت قليله جدا لحد دلوقتي. لو هتبدا بتريزيجيه لا سيبهم زي ما هم، يعني لا مش عايزين فزلكه، سيب خلاص خليها تكمل، طالما ماشيه خليها تمشي. كل اللي نتمناه ان الماتش ده يعدي على خير. ماتش بجد بجد هو اسهل طريق كان ممكن يجي لك عشان خاطر تتأهل لدور ال 16. لو ضيعنا الفرصه دي من ايدينا يبقى احنا نستاهل، يبقى احنا مش قادرين نصدق ان احنا بنلعب كوره، مش قادرين نصدق ان احنا نقدر نوصل لمكانه عالميه. عمرنا ما هنوصل للمكانه اللي فيها المغرب. الناس كل اقوى منتخبات اوروبا بقت بتحترم منتخب المغرب. مش هنوصل للمرحله دي لان احنا مش قادرين نصدق في نفسينا. فاتمنى من كل قلبي طبعا ان شاء الله هيكون في لايف عن الماتش، ان شاء الله هنكسب ونتقابل بعد ما نكسب ونتقابل لدور ال 16 ايا كان مين الخصم اللي هنواجهه. احنا مش بنخاف من حد، احنا منتخب فين؟ منتخب مصر، احنا منتخب مصر. فان شاء الله خير ونتقابل بعد الماتش بعون الله.